مش جمهور النادي الاهلي اللي يتعامل معاه كده، ده احنا لما عملها لعيب من عندنا مش عايز اقول لك اللي احنا عملناه معاه. وبعد كده يعني ما تجيش منك يا حسام عبد المجيد، انت قدمت النهارده ماتش كويس دفاعيا وكنت حاجه محترمه جدا. افتكر ان انت ممكن السنه اللي جايه تكون لابس تيشيرت الاهلي فهتقابل الجماهير دي ازاي، لان انت هتلف برضه هنجيبك في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، لان هو مدافع كويس جدا جدا. شفنا النهارده عرضيات النادي الاهلي كتير جدا، ركنيات كتير جدا. مين اللي بيطلع كل الكلام ده؟ حسام عبد المجيد. فما ينفعش النهارده ان انت تجيب جون. طب اصبر يا اخي، ياما في جرابك يحاوي، ياما في جرابك يحاوي. انت عارف النادي الاهلي لا تامن مكر النادي الاهلي، النادي الاهلي ممكن يكسب في اي وقت. كلفتكم في 10 دقائق، في 10 دقائق كان النادي الاهلي مخلص القصه ومخلص الماتش والدنيا ارتاحت. ولكن لما نيجي نتكلم عن اداء النادي الاهلي بالمجمل، لا في اخطاء دفاعيه، لا في عدم تمركز كويس. قلنا امبارح واتكلمنا قبل الماتش وقلنا الفريق اللي هيلعب دفاعي كويس جدا وهيبقى متماسك دفاعيا هو الفريق اللي هيكسب. النادي الاهلي الشوط الاول ما كانش موجود، ما حدش جه من اللعيبه، ما فيش لعيب كنت شايف ان هو صنع الفارق مع الاهلي. دفاع النادي الاهلي كان مستباح لكل لعيبه الزمالك. شفنا ناصر ماهر بيضيع والدباغ بيضيع والواد الفينا اللي هو البرازيلي ده بسم الله ما شاء الله لعيب 10 على 10 برضه بيضيع. فلا الزمالك كان مستحوذ على مجريات الشوط الاول، حتى لو كان النادي الاهلي مستحوذ على الكوره، ولكن الزمالك كان مستحوذ بالاداء وان هو كمان هدف وجاب جون. حتى يعني شوف ضربه الجزاء، الكوره تتصد من محمد الشناوي، برافو عليه محمد الشناوي، النهارده عمل برده ماتش كبير يا جماعه، والراجل صد ضربه جزاء ولكن الحكم بيعيد وعلامه استفهام بصراحه على الحكم. انا مش هقدر اقول لك ان اللعيب ما دخلش منطقه الجزاء، ولكن احنا متعودين على الكلام ده يا جماعه، بيحصل كتير جدا. بنشوف ان اللعيب بيدخل منطقه الجزاء ولكن طول ما حارس المرمى ما خدش خطوه لقدام وصد الكره الدنيا بتمشي. ولكن انت لو مشيت بالقانون الرسمي كله يعني ماشي خلاص، ما فيش مشكله عندنا ان هي تحسب ضربه جزاء. جمهور الزمالك النهارده يعني كان يعني هتافات ملهاش اي 30 لازمه على زيزو، وموضوع زيزو مش عايز يخلص ويا جماعه والشحات يعني خلاص يا جماعه والنبي بالله عليكم. في الاخر قلنا ده زمن احتراف واللعيب ممكن يروح هنا او يروح هنا. احمد عبد القادر لو كان راح الزمالك صدقوني ما كانش هيشغلنا، اي لعيب من النادي الاهلي لو راح الزمالك ما كانش هيشغلنا. ولكن ان انت النهارده كل ما تتيح ليك الفرصه ان انت تقعد تشتم في لعيب هو كان موجود عندك وتقول عليه حاجات مش كويسه والجمهور الثاني يرد عليك، ولا احنا يا جماعه في الدقيقه 22 نرفع ونقول الشهداء وفي الدقيقه 74 نرفع ونقول الشهداء ونطلع بره نقطع بعض واحنا في المدرجات نقطع بعض؟ ده كلام عبث يا جماعه. لازم النهارده يبقى عندنا نوع من انواع الرقي في التشجيع.